السلام عليكم. كريستيانو ميسي، ميسي كريستيانو، سوبرمان وباتمان كرة القدم، أسطورتين تربعوا على عرش كرة القدم لمدة 15 سنة. ولكن على رأي المثل من خرج من داره تقل مقداره، وده اللي حصل مع رونالدو وميسي بعد رحيلهم عن العملاقين الأسبانيين ريال مدريد وبرشلونة اللي صنعوا معاهم تاريخا سيبقى في ذاكرة كل مدريدي وكتالوني. رحل رونالدو عن ريال مدريد في عام 2019 إلى السيد العجوز نادي يوفنتوس الإيطالي بعد تألق 10 سنين مع النادي الملكي اللي صنع فيه تاريخ وفاز معاهم ب 16 بطولة: 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس عالم أندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، الدوري الأسباني مرتين، وكأس السوبر الأسباني مرتين، وكأس الملك مرتين، زائد الألقاب الفردية: الكرة الذهبية 4 مرات، والحذاء الذهبي 3 مرات، جائزة الأفضل مرتين، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا مرتين. ولكن السؤال هنا، لو لسه كريستيانو رونالدو في ريال مدريد كان هيفرق معاه؟ لو هنتكلم بلغة الأرقام، كريستيانو رونالدو سجل 438 هدف في 451 مباراة. يعني بلغة الأرقام كريستيانو رونالدو سجل أهداف مع ريال مدريد أكتر من المباريات اللي لعبها مع ريال مدريد. ولو هنرجع للإنجازات، رونالدو مع ريال مدريد فاز ب4 دوري أبطال أوروبا. من ساعة ما رحل عن الفريق ما بقاش بيلعب في البطولة باستمرار، ده غير انه كان بيلعب في اكبر بطولات العالم. رونالدو الهداف التاريخي لكل البطولات. فمن وجهة نظري كريستيانو رونالدو خسر كتير لما مشي من ريال مدريد بسبب الفلوس. ونرجع لميسي اللي غادر برشلونة بعد 17 سنة تألق مع الفريق. مين كان يصدق ان ليو هيسيب بيته ويمشي؟ ولكن حصلت المفاجأة ورحل ليونيل ميسي عن برشلونة في عام 2021 بعد مسيرة صنع فيها التاريخ والإنجازات وفوزه ب 35 بطولة مع النادي الكتالوني: الدوري الأسباني 10 مرات، وكاس السوبر الأسباني 8 مرات، وكاس الملك 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكاس العالم للأندية 3 مرات، وكاس السوبر الأوروبي 3 مرات. ده غير الألقاب الفردية: الكرة الذهبية 7 مرات، الحذاء الذهبي 6 مرات، وأفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب من الفيفا. ولكن يجي السؤال برضه، لو كان ميسي لسه في برشلونة كان هيفرق معاه؟ ولكن الإجابة لا، عشان ميسي راح فريق افضل من جانب البطولات ومن جانب الارقام. مازال ميسي متألق في ارض الملعب مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللي فاز معاهم بلقبين، ده غير الحدث الاكبر وفوزه بكاس العالم 2022 اللي كان غايب عن ليونيل ميسي طول مسيرته. فمن وجهة نظري ليونيل ميسي لما رحل عن نادي برشلونة ما خسرش اي حاجة خالص. وبكده يبقى انتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يصلك كل جديد. سلام عليكم.